السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكو علامات راح نذكرها اليوم بهذا الفيديو. هاي العلامات اذا موجودة طبعا الجماعة اللي يعني مثلا داخلين هذا الموسم ان شاء الله ناويين على انه تكاثر يصير عندهم، فاكو علامات عندك. هاي العلامات اذا وجدت بالزوج اللي عندك فتأكد انه ان شاء الله انت هذا الموسم الله يرزقك بهن. طبعا البلابل هسه موجودات بالمحمية، بس شنو خايفات من عندي لان قريب عليهم جاي اصور انا. قلنا ذني وحشيات. العلامة الاولى انه البلابل يوقفن سوية. شوف هسه اذا نقدر نشوف انه واقفات سوية. شوف هذا الفحل جاي ينزل، هذا الفحل جاي ينزل جاي ياكل. اي فاذا قلنا اذا يوقفن سوية واحد ما يخاف من الثاني، معناتها هاي علامة واحدة من العلامات. يوقفن سوية وما بيناتهم اي خوف واي تنافر. هاي اول علامة. العلامة الثانية واحد ينظف ريش الثاني، واحد ينظف ريش الثاني وهن واقفات تشوفن تحس انه بيناتهن يعني هاي نوع من انواع الغزل، انه واحد ينظف ريش الثاني وما عندهن اي مشاكل بيناتهن. هاي العلامة الثانية. العلامة الثالثة طبعا هي هاي جدا مهمة، ها انه تشوف الفحل يغرد وهو بداخل المحمية يم النفية ويغرد. هاي شنو معناتها؟ هاي معناتها انه هن يعني هذا زوج 100% انه فحل ونفية ومتزاوجات، يعني متزاوجات، نفية وفحل ومتزاوجات. والعلامة الرابعة اللي هي شنو؟ العلامة الرابعة بالليل ينامن سوية، واحد بصف الثاني على نفس المكان وينامن بيه. هاي معناتها انه هذا زوج 100% نفية وفحل، نفية وفحل زوج هذا 100% ومتزاوجات، يعني مو بس مثلا متآلفات، لا متزاوجات. واذا عندك اي علامات غير هاي العلامات اللي ذكرت الاربعة، لا معناتها يا اما انهن نفية وفحل بس متوالفات بس ما متزاوجات، او مثلا اثنين نثاية او اثنين ذكور. هاي العلامات اللي ذكرتهن هن ذن، غيرهن بعد ماكو. هاي 100% تنطيك انه هذا زوج نفية وفحل ومتزاوجات. واتمنى ان شاء الله موسم خير لكم وبالتوفيق ان شاء الله.